صباح الخير عليكم. علشان تعرفوا بس ان الفرص يعني هي بتيجي اصلا في الحقيقه، ممكن تيجي مره واثنين وثلاثه، بس للمجتهد واللي بيتعب والشاطر واللي بيدور واللي عايز يوصل. الراجل اللي انتوا شايفينه ده المفروض ان هو اسمه محمد مصباح. محمد مصباح ده المفروض ان هو احنا نعرفه دلوقتي كمعلق، واتشهر في الثلاث ايام اللي فاتوا في مصر والوطن العربي جدا جدا جدا، لدرجه ان صيته وصل للمستشار تركي آل الشيخ. حلو كده. الراجل ده من سنه وكام شهر بالظبط ده كان شغال في السيراميك ومحدش يعرفه من اساسه. فاهمين؟ من سنه وكام شهر بالظبط كان شغال في السيراميك ومحدش كان يعرفه، ولكن هو شغال. لاحظ ان هو بيعرف يعلق وبيعرف يقلد اصوات المعلقين ايا كان هم مين. مش هنجيب اسمائهم، وده مش موضوعنا اصلا دلوقتي. احنا موضوعنا ان احنا بنتكلم في ان الفرصه بتيجي للمجتهد وبتيجي للي بيتعب واللي عايز فعلا يلاقي نفسه ويعمل حاجه. فالراجل ده وهو شغال بيقلد صوت المعلقين، لدرجه ان زمايله اللي شغالين معاه لاحظوا ان هو بيعرف يقلد اصوات المعلقين كويس جدا، وان هو فعلا عنده الموهبه وصوته اصلا حلو بره موضوع التقليد. يعني هو صوته نفسه كويس وعنده الموهبه. فعرضوا عليه ان هو يعمل فيديوهات يعلق فيها بصوته، لعل وعسى ربنا يكرمه الحمد لله وينجح ويتشهر ويوصل والكلام ده. فاول كام شهر في البدايه كده لما ابتدى يعمل الكلام ده فعلا والله يعني ما جابش يمكن نتيجه قوي، او بمعنى صح الدنيا لسه ما جاتش معاه قوي زي ما هو عايز، لغايه لما جه ماتش مصر مع بنين والهدف الثالث تحديدا بتاع محمد صلاح، اللي انتم طبعا شايفين ان الصوره فيه بتاعه، المفروض ان الفيديو بتاعه موجود، هتلاقوه موجود على الصفحه عنده. اسمه الصفحه الرسميه للمعلق محمد مصباح تقريبا، هو اسمه محمد مصباح. خشوا وابحثوا عنه. تعليقه على الجون بتاع صلاح بصراحه من اروع ما سمعت من معلقين هواه لسه ما حدش يعرفهم ولا مشهورين ولا الكلام ده كله. ولكن سبحان الله لحسن الحظ هو الراجل يعني طاقة القدر اتفتحت له ازاي ما تفهموش. هو سبحان الله كده ايه، من هفوه، من واحد ما حدش يعرفه اساسا وشغله ما حدش بيشوفه كتير ولا حد يعرفه، لدرجه ان بي ان سبورتس كلمته وتواصلت معاه علشان يبقى المعلق الرسمي لدوله مصر في مجموعه قنوات بي ان سبورتس، بعد ما علي محمد علي خلاص هيتقاعد كمان 4 شهور تقريبا، ده اللي سمعته. ايا كان عموما يعني علي محمد علي بعد 4 شهور، بعد سنه، بعد 2، بعد 3، الراجل ده المفروض خلاص يقعد في البيت، لانه باجماع كل المصريين ان علي محمد علي ما ينفعش معلم من اساسه. حلو كده. ايا كان الراجل محمد مصباح ده موجود او مش موجود، علي محمد علي ما ينفعش معلم من اساسه. فالخبر الحلو قوي 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 ان صيت الراجل ده بعد التعليق الجامد قوي على هدف محمد صلاح الثالث في منتخب بنين في الماتشين اللي فات معاهم، وصل للوطن العربي وسمع جامد جدا، لدرجه ان هو عدى ال 10 و15 مليون مشاهده. حلو كده. فبسم الله ما شاء الله تواصلوا معاه في مجموعه قنوات 8 اللي هي زي الدوري السعودي، علشان يعلق على الدوري السعودي بدايه ان شاء الله تقريبا من الموسم القادم، او بدايه تقريبا من شهر 1 اللي جاي، او شهر 2 عموما ايا كان. وبرضه تواصلوا معاه في مجموعه قنوات بي ان علشان يبقى خليفه علي محمد علي في التعليق على ماتشات منتخب مصر او ماتشات الاهلي او الزمالك في البطولات الافريقيه. فسبحان الله الفرص زي ما بنقول هي بتيجي مره واثنين وثلاثه بس للمجتهد، للي عايز يشتغل، للي عايز يلاقي نفسه بجد، للي عايز ينجح بجد. فده اكبر دليل على انه الفرص موجوده، وكرم ربنا كبير قوي قوي قوي. انت بس اجتهد واشتغل واتعب واسعى وربنا هيكرمك في الاخر.